عليكم، مساء الفل يا جماعه. عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير وصحه وسلامه. طبعا بقالنا كتير ما بنتكلمش على الملابس، فقلنا ايه نصور لكم فيديو للملابس وفيديو تاني للاحذيه. ان شاء الله اتفرجوا على الفيديو ده، بعديها ممكن في نفس اليوم ينزل نفس الفيديو بتاع الاحذيه، وممكن بكره ان شاء الله باذن الله. فدايما احنا خميس وجمعه معاكم دايما عشان خاطر يبقى ميعاد ثابت. منتظريننا دايما بكل حاجه جديده، في شغل جاي ان شاء الله هيكون قوي جدا جدا جدا، وهنحاول نوريكم البضاعه اللي موجوده في المحل دلوقتي المتاحه في فرع اركيديا. احنا دلوقتي في فرع اركيديا. طبعا اللي ما يعرفناش احنا عندنا 3 فروع، فرع في اسكندريه وفرع في امبابه وفرع في مول اركيديا. دلوقتي الفرع اللي احنا فيه دلوقتي ده مول اركيديا كورنيش النيل، الدور الارضي قدام خير زمان. ده على الكورنيش اللي هو بتاع ده قدام ممشى مصر بالظبط، قدام المسبيرو معروف. يعني انت لو سالت اي حد اركيديا جاي من التحرير، جاي من رمسيس، جاي من اي مكان، هتركب عربيه التحرير، هتركب عربيه اركيديا هيودي لك لحد المكان. يلا بينا نوريكم شويه الملابس ان شاء الله، الحاجات اللي تعجبكم. هقول لكم على المقاسات الموجوده، اغلبيه المقاسات الموجوده عشان برضو ايه ما نضيعش وقت حد. سمول ميديوم اكس سمول، اغلبيتهم كده. يعني احنا هنبدا باول حاجه، ده اكس لارج، ده تيشيرت ساده خالص بيزك كده زي ما انت شايف. في الحاجات دي بتبقى رايقه جدا وجميله جدا في التلبيس. انا ممكن ايه يعني لو ينفع ان احنا نقيس حاجه نقيس، هنوريكم التلبيس بيبقى عامل ازاي. بس الناس عارفه دلوقتي الجاك عامل ازاي. احنا اخر حاجه لينا في الجاك ده عشان برضو الناس تبقى عارفه، كنا بنبيعه السنه اللي فاتت لما كان السعر قصدي مش عالي جدا بتاع دولار، كنا بنبيعه ب 175 جنيه. السنه دي المفروض في فرق دولار وكذا كذا كذا. احنا السنه دي التيشيرت بنفس السعر ب 175 جنيه. عشان لو حد سالك احنا بنبيعه ب 250 جنيه، بس ده عرض لحد نفاذ الكميه. الملابس احنا هنصفي الملابس ومش هنجيب ملابس تاني. هنوريكم بقى الحاجه عشان ما نضيعش وقتكم. ده سمول، فانت حاول الحاجه اللي تشوفها ده سمول يلبس معاك 60 65 70 كيلو لحد النهايه. هو ده نهايه ايه اللبس بتاعه. ده سمول برضو يلبس برضو معاك من 50 لوزن لحد 75 كيلو، مش اكتر من كده زي ما انت شايف كده. طبعا الخامات محترمه جدا. احنا لابسين من الحاجات دي، يعني بنلبس منها يعني دايما لما كان في كميات حلوه. بصراحه هي ملابس جميله بس عايزه مبالغ كبيره جدا للاستمراريه. ده مقاس سمول. طبعا احنا بنكلمكم في خامه محترمه جدا، طريه جدا جدا جدا. طبعا احنا بنتكلم على جاك اند جونز اصلي مش تصنيع ولا كوبي ولا اي حاجه. جاك مش اي كلام. يعني الاصدار ده كان 2020 اهو اصدار. بالنسبه للملابس ده يعتبر كده عدى عليه سنه ولا حاجه، لان احنا دايما بنشتري وبنتاجر في الحاجات اللي عدى عليها سنه، او لو بيكون نفس السنه بيكون الاسعار بتكون عاليه شويه. ده مقاس ميديوم، الرقبه بتاعته واسعه. التيشيرت ده تقريبا في منه كتير الرقبه الواسعه ده. وعندنا طبعا في الفرعين، هو الفرعين بتوع اركيديا وامبابه هم اللي فيهم ملابس، عشان برضه لو حد سال. فيش يا باشا زي ما انت شايف كده يا باشا. ده مقاس سمول. الخامه بتاعته عامله زي يعني بص عامله ممشطه كده، اعتقد هبان في التفاصيل بتاعت الفيديو. ممشطه كده، خامه شانيه حلوه جدا. دي برضه حته ساده مقاس ميديوم. بص التفاصيل بتاعت التيشيرت جاي في خط كده من الجنب، حاجه يعني ما شاء الله جميله جدا وساده، مفيش اي كلمه عليه ولا موضوع من ورا من قدام. الموضوع في البساطه خالص. دي حته اكس لارج، حته محترمه جدا. طبعا التلبيس يا جماعه زي ما انا بقول لك، يعني انا بلبس مثلا في الجاك ده بلبس منه لارج. الاكس لارج ده يلبس مثلا معاك لحد مثلا ايه 85 90 حلو قوي، 90 حلو قوي. 95 بقى هتلاقي الموضوع باين، الكرش هيبان وكده، والموضوع هيبقى ايه، هيبقى فضيحه صح. اكس سمول طبعا ده المقاس اللي هو اصغر حاجه عندنا خالص. المفروض ده اصغر مقاس او المقاس اللي بعد السمول على طول، بس يعتبر السمول واكس سمول قريبين جدا من بعض في المقاس. ده اكس لارج صح ولا ايه؟ لا ده ميديوم، ده ميديوم بس ده ريجولار فيت. التلبيس بتاعه واسع شويه، والرقبه بتاعته واسعه. يعني الرقبه بتاعته زي ما انت شايف كده رقبه واسعه، وفي كاتنج كده من تحت جاي ايه ملفوف كده، مش متقفل يعني من هنا حتى برضو من هنا من الكمام وكده. التيشيرت ده تقريبا كان عندنا منه كميات كبيره ومقاسات كتير. الجاك اللي هو الفي ده الساده خالص ده سمول، في منه 2 اكس صح تقريبا. في منه ده ممكن تسال برضو هنوفر، بس اكيد موجود في امبابه مش في اركيديا، لان هنا احنا يعني ده المخزن بتاعنا بتاع الاحذيه. الناحيه الثانيه المخزن بتاع الملابس، فتلاقي لك الملابس اكتر في فرع امبابه. ده اكس سمول. بص زي ما انت شايف كده، خامه طبعا عالميه. انا ما اقدرش اوصف لك الخامه عامله ازاي، بس قطن بيور، حاجه محترمه جدا. ده مقاس سمول برضو. المقاس ده او الشكل ده برضو عندنا منه اكتر من ديزاين واكتر من مقاس، بس اغلبيه الديزاينات اللي موجوده والبرنتات اللي موجوده مختلفه. ممكن تلاقي دي مختلفه تيشيرت لون ودي لون تاني. في حاجات كتير ممكن برضو تسال عليها لو
ومش متوفره نقدر نوفرها، بس اغلبيه المقاسات اللي موجوده عندنا سمول ميديم الاكتر، يعني الاكتر كده، عشان برضو ايه لو حد بيسال ما يحترش معانا. ده برضو ايه مقاس لارج، بس اللارج بتاعه تلبيسه ضيق، يعني اللارج تلبيسه ضيق. مفيش حد بيبيع في مصر التيشيرت ده ب 175 جنيه، ويعني مش هقول لك بقى تحدي والكلام ده، فعلا 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 مفيش حد في مصر بيبيع التيشيرت ده بالسعر اللي احنا بنبيعه بيه ده، لان ده سعر الجمله بتاعته، واحنا يعتبر بنحرق السعر بتاعه خالص. لان انا زي ما قلت كده نهايه الشتاء دي، عند نهايه الصيف دي عندنا، حتى في ملابس برضو هوريكم برضو الجنس اللي موجود المتاح، ما بقاش كتير بس برضه هنوريكم ان شاء الله. احنا بنعرض تيشيرتات كتير لان في موديلات كتير وفي خامات كتير، حاجات مميزه جدا بصراحه. ده مقاس ميديم زي ما انت شايف، طبعا جاك يعني جاك، يعني الليبل هنا جاك، يعني الليبل هنا جاك. طبعا مش بالليبلات بس، انتوا طبعا متعودين معانا على الامانه دايما وعلى الصراحه، احنا ما بنجيبش غير ملابس اصليه واحذيه اصليه. ده مقاس سمول سليم فيت، تلبيس صغير شويه برضه رايق جدا. التيشيرت المصري دلوقتي يعني التيشيرت المصري دلوقتي بيعدي ال 250 جنيه، صح ولا كام تيشيرت المصري؟ والله التيشيرت المصري دلوقتي ب 300 جنيه و 400 جنيه، تخيل انت. يعني انت ممكن تاخد التيشيرت ده تبيعه اصلا، يعني انت ممكن تاخد التيشيرت ده مننا تبيعه انت بالسعر ده، تبيعه في اي صفحه ولا في اي مكان تجتهد فيه. عندنا كميات يعني لو عاوز يعني 100 200 300 قطعه موجودين يعني ان شاء الله، ويمكن اكتر من كده على ما اعتقد. ده مقاس ميديم برضو، في حته كده من ورا ستايل كده جاي مقفول كده من ورا. الحاجات البسيطه دي بتبقى في الشياكه على الاخر. دي مقاس سمول، ممكن تحس ان هم 3 4 5 برنتات بس الوانات مختلفه، يعني الالوانات بتاعتها مختلفه. دي مقاسها اكس لارج. الاكس لارج ده يلبس واحد زينا مثلا، بس لو طويل شويه يعني يلبس واحد زينا بالظبط، الاكس لارج بالظبط. يعني مثلا اللي هو وزنك مثلا ما بين ال 85 وال 90، الاكس لارج هيكون يعني تلبسه كويس عليك. في طبعا في ريجلر وفي ايه سليم، يعني في تلبيس كبير وفي تلبيس صغير. طبعا احنا بنتكلم على اسعار ما قبل الدولار، ما قبل الدولار. في واحد برضه بالمناسبه في اتنين مش واحد، انا هحط لكم هنا السكرين شوت بتاعتهم، انا واخد سكرين منهم. كانوا بيقولوا لي، انا طبعا مش شايف الكلام بس انا هحطه في المونتاج، بيقولوا لي الدولار هيوصل 27 جنيه وتحدي وبتاع. واحد تاني قال لي اقفل المحلات لو طلع. انتوا شايفين ايه؟ انتوا شايفين ان فعلا ممكن الاسعار تنزل؟ اتمنى والله، اتمنى ان الاسعار بتاعت الدولار دي تنزل، يعني تبقى اسعارها زي ما الراجل ده بيقول كده، بس انا ما اعتقدش الكلام ده نهائي. يعني كل المؤشرات بتقول ان احنا طالعين لفوق. فالتيشيرت ده برضو ما قبل الدولار كان سعره يعني يعتبر ب 175، فتخيل دلوقتي احنا لسه بنبيعه بنفس السعر. فيعني بفضل الله احنا مش محتاجين حاجه خالص غير الدعوه بس الحلوه، بنوفر لك حاجات. مين ده؟ المعلم صلاح وعصام صاصه ماشي يا معلم. ده حته كده سمول برضو من الحاجات الجميله جدا، الخامات محترمه جدا، مهما اقول على الخامات مش هعرف اوصف الكلام. طبعا احنا عندنا برضو شويه بناطيل تاني، انا يعني مش عايزين نضيع وقتكم في الفيديو يكون كله ملابس تيشيرتات بس. ده بنطلون زارا، كل اللي موجود زارا اصلي 100%. احنا بنشوف في المحلات، يمكن امبارح شفت يعني كان معايا واحد صاحبي وكان بيشوف ملابس وكده في محلات مصريه عادي. البنطلون ب 350 جنيه مصري، مصري بجد والله. يعني مش طبعا ده زارا، ده في ديفو من هنا اهو، احنا مصلحينه، بنقول لك برضو ان هو في ديفو. البنطلون احنا عاملين عليه دلوقتي سيل جامد جدا، رهيب جدا جدا. البنطلون دلوقتي سعره 325 جنيه تقريبا. ما فيش الاسعار دي تاني، يعني ما تعتقدش ان انت ممكن تلاقيها تاني. ده مقاس 325. يلا خلي البناطيل تخلص وخلي الملابس تخلص، لان احنا عايزين ايه نشتغل شويه في الايه في الاحذيه. ده مقاس 30 سكيني فيت، شايف الكلام. بنطلون في زارا دلوقتي بيعدي اللي بيعدي يعني ال 1000 جنيه واكتر من كده تقريبا. ده حاجه كده كروب جاي لافف كده ملفوف واسع ونازل تحت ضيق. بنطلون برضو ايه دلوقتي تقريبا ترند شويه، احنا ملناش علاقه بكلمه ترند دي، احنا بنشتغل الاصل دايما ليه سكه كده لوحدها، ملهاش علاقه بالترندات والمواضيع. بس الحاجات لما بتكون حديثه بيجي منها ايه ديزاينات بتبقى يعني معاصره للوقت اللي احنا فيه. ده برضو سكيني زارا. ده مقاس كام؟ مقاس 30. اغلبيه البناطيل مقاس 30. ده ما فيهوش اي كاتنج، ساده خالص ما فيهوش اي كاتنج. البنطلون ده كان عندنا منه اكتر من مقاس واكتر من قطعه، الحمد لله ما فيش منه غير قطعه واحده بس. ده مقاس 41 31 زي ما انت شايف كده. احنا كنا بنبيع البنطلون ب 450 جنيه طبعا، كل ده عدى وفات، احنا خلينا في الجديد. دي حته كده ايه فيها كاتنج كده بولامبير زي ما انت شايف كده، فيها كاتنج من هنا ما شاء الله. ودي حته سيليو. السيليو ده يا جماعه، البنطلون السيليو بيكون سعره غالي جدا، 42. حته كده هواي بتاعت الصيف، جبردين، خامه بسيطه وخامه خفيفه جدا، يعني بتاع الصيف ده السيليو
بنطلون غالي السيليو، مش بنطلون رخيص. 325 اي واحد فيهم من دول، بول امبير، زارا، سيليو. هم ما بقوش كميه كبيره الحمد لله بفضل الله. احنا بنطير، ما بنقعدش حاجه عندنا، 31 ده مقاس 31 لا مؤاخذة، وده مقاس 32 برضو، في حته كاتنج كده بسيطه زي ما انت شايف كده. البنطلون طبعا الخامه والتفاصيل في الحقيقه يعني حاجه عالميه جدا جدا. ده سليم فيت بنطلون عادي خالص، ما فيهوش اي كاتنج ولا اي حاجه، بسيط، رجل واسعه شويه، مش ضيقه قوي، مش جايه نازله من تحت على ضيق وبتاع، حاجه بسيطه وخفيفه للناس اللي بتحب تلبس الحاجات اللي زي كده. عندنا برضو شراويل ادينا منها عينه بس كده يا صلاح. عندنا برضو الشروال ده، اي شروال دلوقتي، اي شروال دلوقتي في العرض اللي احنا عاملينه ده، اي شروال احنا بنبيعه، كنا بنبيعه ب 300، اي شروال دلوقتي ب 250 جنيه. يلا يا معلم صلاح خلي الناس تشتري ب 250 جنيه اي شروال من تحت رجليه. زي ما انت شايف كده، في حاجات تانية بتكون رجلها مفروده، ما فيهاش اللي هو الدرب اللي من تحت ده الاشكال بتاعته. في اشكال تانية كتير، في اشكال. ادينا كده الرمادي ده عشان برضو نبقى اوري. يعني في كذا موديل وكذا شكل. يمكن ده موديل، ده موديل تاني، ده موديل تاني. برضو اغلبيه المقاسات بتاعتهم سمول وميديوم. هو المقاسات اللي اتبقت عندنا هي السمول والميديوم. يا رب نكون وريناكم شويه الملابس اللي موجوده عندنا في فرع اركيديا كده وعجبتكم. دعواتكم، ولو عاوز اي حاجه ممكن تاخد منها سكرين شوت وتبعت الرقم اللي احنا بنحطه هنا ده، وهنوريكم شويه حاجات من الاحذيه ان شاء الله. يا رب برضو تعجبكم. يلا بينا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.